قضت المحكمة الجنائية في باريس على المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 6 سنوات، وأدين المتهم باغتصاب الشابة الفرنسية لورا وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، وأمرت المحكمة بإيداع المغني المغربي سجن لاسنتي بباريس. وحسب نشطاء فإن سعد المجرد قد قضى ليلة سوداء في أول يوم له داخل السجن، وبحسب ما تم تداوله فإن مجموعة من المساجين الفرنسيين قد خصصوا لهذا الفنان استقبال خاص وفريد من نوعه، حيث شهدت لحظة دخول سعد المجرد للسجن تصفيرات وضوضاء صاخبة من المساجين. وحسب أحد رجال الأمن فإن سعد المجرد أصيب بالصدمة والذهول حتى وقع مغشي عليه، كما طالب الفنان المغربي من إدارة السجن نقله إلى زنزانة خاصة به منذ أول يوم، باعتبار أنه فنان وليس متعود على أجواء السجون، لكن طلبه قوبل بالرفض. تجدر الإشارة لا أن قضية سعد المجرد مع الفتاة الفرنسية أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يفسر طريقة استقباله الحارة من طرف المساجين.